اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بلو زونز ويلنس بودكاست. النهارده معانا من سوريا اخصائيه التغذيه سوار عامر. اهلا وسهلا بيكي، اخبارك ايه؟ أهلا وسهلا فيك طارق، يسعد أوقاتك يا رب. تسلمين، شكرا لقبولك الدعوه، شرف كبير ليا. والله شكرا لكم على الاستضافة الحلوة وشكرا على البرنامج الأحلى. ثانك يو. سوار، في اشاعه كده انا لسه مؤلفها النهارده انه مهنه التغذيه العلاجيه او نيوتريشنست دايتيشن راح تختفي من الوجود في سنه 26. هي إشاعة. بالعكس، هي هلأ عم تتزايد أهميتها. هي بس دلوقتي الموضوع بقى بسيط خلاص، أنا ممكن أروح أخد حقن من المتوفرة وأضعف وأبقى زي الفل. وممكن برضو سيدات كتير جدا 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 بتهتم بالمظهر الخارجي، فبتروح تنحت وتشيل وتزود وبتركب عضلات وتعمل اللي هي عايزاه. فليه نحتاج النيوتريشنست يعني؟ لهذا السبب يعني لفكرة إنه نحن اليوم بيهمنا شكل الجسم والإجراءات السريعة لخسارة الوزن، سواء كان الإبر، سواء كان العمليات الشفط، الشد، النحت. إنما في حالات هي بتكون اضطرارية، إنه في إنسان يعني حسب مسيرة بيكون مجرب يعمل دايت معين مثلا، كل عامل الفحوصات اللازمة، وإلى هي الحالة هو لازم يعمل عملية جراحية ليعالج السمنة كمرض. تمام. بس اللي اليوم اللي عم يصير إنه هي السهولة بخسارة الوزن، سواء كان الواحد مو مجرب يعمل دايت أو مو مجرب يمشي على نظام غذائي وما عم يغير العادات اليومية الغذائية اللي هو عم يمشي عليها. فشو ما عمل وقد ما أخذ يعني إبر أو عمليات تجميل أو عمل أي إجراءات لخسارة الوزن بشكل سريع، رح يرجع الوزن. لأنه أنا إذا ما عالجت جذر المشكلة، فالمشكلة يعني خليني أقول اليوم عنده مثلا هي الامرأة 10 كيلو دهون بدها تتخلص منها، وراحت عملت شفط أو نحت مع كل الأضرار اللي هي والألم اللي بيبقى مستمر لأشهر بعد هاي العمليات على نظام حياتها الخاطئ. قد ايه بدها لترجع؟ 6 شهور، سنة ونص، رح ترجع كل الدهون يلي تعذبت كل هاي السنة ونص لحتى خلصت منها. فالفكرة الأساسية إنه هاي الطرق السريعة والبسيطة اللي هي تقال إنه هي بسيطة لخسارة الوزن أو لخسارة الدهون أو لزيادة الكتلة العضلية، هو ما في شيء من هذا الكلام على أرض الواقع. لا تبنى إذا كانت بس بدون عادات صحية، بدون عادات يومية، بدون تغيير جذري بنمط الحياة، بدون فهم للجسم أساساً. 100%. وفي كمان حاجة أخطر من وجهة نظري المتواضعة، إنه الواحد بيهتم بالشكل الخارجي. طيب الداخل، طيب أعضائنا شكلها عامل إزاي؟ ما أنا شلت المشكلة الخارجية تقريبا يعني المظهريا، لكن أنا داخليا لسه عندي دهون شوية، لسه عندي فاتي الليفر، لسه التمثيل الغذائي عندي مش مظبوط، هرمونات مش مظبوطة اكسترا. فطبعا ملناش غنى عنكم يعني. خليك. أنا بس حبيت ألقي الضوء على هذه الظاهرة لأنها انتشرت مؤخرا بشكل كبير جدا جدا جدا، وسببت مشاكل أنا بشوفها على الناس ومع الناس. صحيح. أنت أساساً الواحد ما في يتخيل قديه هي العمليات أو هي الإبر إلى أضرار على الجسم من جوا، يعني سواء على خربطة التمثيل الغذائي، الخربطة الهرمونية، حتى فكرة التعرض للالتهابات، البكتيريا، المناعة، كل هي الأشياء يعني يجب أنه كتير يكون محسب لحساب. بس نحن عم نشوف انه الموضوع عم بيصير بشكل انه انا بدي اغير جسمي وخلص مليت، مو لانه انا ما كنت ملتزمه او ما عرفت امشي على الدايت الصح او ما عرفت غير عاداتي الغذائيه للطريقه الصحيحه او افهم جسمي شو المشكله، شو هي الدهون اللي عندي، هل هي دهون بسبب الهرمونات او هي بسبب الاكل او هي بسبب انه جيناتي. يعني ممكن مثلا في عندي جينات عم تحفز عندي هي السمنه، نمط الحياة الخاطئ عم يأثر عليها، أو أنا خلص يلا بدي أغير شكل جسمي اليوم وبكرة بدي أغيره، إذا ما تغير هذا الشهر رايحة أعمل عملية، وهي هيك عم بصير. في مشكلة كده بتواجه ناس كتير جدا، يمكن أنا واحد منهم. إنه الواحد بيجتهد، بيروح الجيم، بيعمل نظام غذائي على قد ما يقدر يعني. لا داعي للالتزام قوي في الموضوع ده، بس على قد ما أقدر. وممكن أتخلص من دهون جسمي كلها إلا البطن. تلاقي منطقة
البطن السفلى دايما فيها دهون زايدة، ودي بعتقد مشكلة ناس كثير جدا. ليه؟ لأنه البطن السفلية بالذات ومحيط الخصر ما ممكن يروح أبداً إلا إذا عالجنا السبب الأساسي لدهون البطن. يعني في عندي سمنة بيكون سببها إنه الإنسان عم يأكل أكثر من سعراته الحرارية، فبيكون زيادة الوزن بكل الجسم. بتشوف الزيادة بالإيدين، بالأرداف، بالبطن، بالوجه حتى، هاي بيكون سببها زيادة السعرات الحرارية. لكن لما نحن نكون عم نحكي عن دهون البطن، منكون عم نحكي عن الخلل الهرموني يلي ممكن هذا الجسم يتعرض له بالفترة، مثلا فلنفترض على مدار سنة أو على مدار 6 أشهر أو 2 وحتى 10 سنين. فمثلا إذا كان عندي مشاكل بالأنسولين، إذا كان دائما أنسولين دمي مرتفع، دائما عندي مشاكل بسكر الدم، بأكلي ما منظم، فمن الطبيعي يشوف أو يوصل الجسم لمرحلة مقاومة الأنسولين يلي بتجمع الدهون حول البطن. إذا كان في عندي الكورتيزول، التوتر، يعني نحن بنحكي بنقول إنه البطن السفلية فينا نروح البطن السفلية، لا، بدنا نروح التوتر ليروح العرض أو الظاهرة يلي هي بتطلع يلي هي البطن السفلية. فالبطن السفلية عادة أو الكرش السفلي اللي هو مشكلة جميع الناس، أولا أنا وأنت كل الناس يعني بتعاني من هي المشكلة، وخاصة النساء بعد أكثر من الرجال، هي توازن الهرمونات الصحيح. إنه نحن نقدر نسيطر على التوتر، نقدر نسيطر على الأكلنا ما يكون عم يأثر على هرموناتنا بشكل سلبي، نقدر نسيطر على سكر الدم، نقدر نسيطر على الهرمونات، مثلا الهرمونات التوتر، هرمونات الأنثوية، الهرمونات اللي بتأثر أو بتلعب بمستويات الدهون بالجسم. لذلك هي المشكلة، لأن نحن لازم أنت لا تتخلص من البطن السفلية اللي عندك، تضلك مشيك على الهرمونات، على توازن الهرمونات، وتتخلص من التوتر، تكون منظم أكلك، تنام بطريقة جيدة، فحتى المشي مثلا. فهي الوصفة الحقيقية اللي مستحيل تتغير بيوم ويومين وأسبوع. بدها التزام، بدها الواحد يوصل لمراحل بالوعي بجسمه، بتركيبة جسمه، بالتكوين يلي هو متكون جسمه منه، بيحب يعني يكون عم يتفهم ويكون عم يحب إنه أنا جسمي عم يمر بهي المراحل. التوتر يلي أنا عم أتوتره كل اليوم عم يسبب هي الدهون، الأكل الغلط يلي أنا عم أكله عم يخلي سكر دمي دائما مرتفع، أو عم يخلي دائما عندي حالة التهابية بالجسم، هي هو سبب هذا البطن السفلي أو البطن الهرموني. الغريب قوي 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 بشوف اخوات، انا عندي منهم يمكن واحد، الله يخليك، نكون يعني أسرة واحدة بتاكل نفس الأكل، نفس اللايف ستايل تقريبا، وتلاقي واحد بيسمن كتير جدا حتى لو فكر في الأكل، وواحد ما شاء الله أو بيأكل يعني أخضر واليابس وما ما بيسمن وما بيسمن. والله يمكن سنين وسنين يعني ما شاء الله، أنا بحسدهم بحسدهم على المواد. تفتكري ممكن يكون إيه السبب؟ يعني بعتقد نفس الانتيك بتاع السعرات الحرارية، نفس نوع الأكل، إخوة في نفس البيت. طيب أنا بدي أقول لك إنه حتى التوأم تختلف الجينات وطريقة تفعيل وعمل الجينات. يعني قد يكون الشخص يلي عم يحرق بسرعة أو هو بيأكل كتير بس ما عم يزيد وزنه، هو الجينات المسؤولة عن حرق السعرات الغذائية، عن حرق الكارب، عن حركة الأمعاء، هي عنده منشطة أكثر عن الشخص الآخر يلي هو إذا شم ريحة الأكل بيسمن. فهي الفكرة إنه نحن في جينات بأجسامنا مسؤولة عن كل شيء، عن كل وظيفة وعن كل خلية. فإذا كانت هي الجينات، نمط الحياة اللي نحن عم نمشي فيه غير مناسب أو سلبي، بدها تتنشط الجينات اللي نحن بتظهر عنا السمنة، بتظهر عنا الأمراض، بتظهر عنا بطء الاستقلاب. إذا كان في شخص بيعاني من التوتر لفترات طويلة وما بينام منيح، ما عنده أبدا جودة بالنوم يلي عم ينامه، من الطبيعي إنه جسمه يتجاوب مع هاي الحالة بتفعيل مثلا الجينات اللي مسؤولة عن تخزين الدهون بالجسم أو تبطيء الاستقلاب، لأنه الجسم بحالة متوترة.
تقليل تقليل مستويات حرق الدهون اللي هو الاستقلال. تماما صح؟ تماما. بس بترجم عشان ما فهمش. فهي الفرق بين انه نحن هلا على فكره مو بس بالتوائم، يعني شوف حتى اذا بنرجع لحياه اجدادنا وقديه نحن في فرق عنهم، مو انت الجينات هي نفسها اوكي، هي بس نفسها هن صحيح. بس هن نمط حياتهم كان اقل توتر. كان ما البلوزونز ما انت بتعرف القصه انه الحياه الاقل توتر هي اللي بتساعد الجسم يكون عنده حرق اكثر، هي اللي بتساعد الجسم يكون بصحه اكثر، هي اللي بتساعد المناعه تكون اقوى، هي اللي بتفعل الجينات يلي عن جد بتخدم وبتجند الجسم لحتى يعطي الإنسان الصحة الكافية ليضل بشباب، ليضل ما يحتاج مرض، ما يحتاج دواء، ما يحتاج يعني حتى أنه يكون عنده هم بحياته يخسر وزن أو يعالج مرض معين. إنما نمط الحياة الخاطئ أجدادنا كانوا بيشعروا في النساء اللي عندهم دهون، عندهم سمنة، يعني وزنهم زايد، علشان كانوا نادرين. يعني كانوا يقول لك أخرس الصور، يعني أساورها ما بتتحركش في إيديها من الوزن، كانوا نادرين. صح. لأنه نمط الحياة فعلا اتغير، واللي محافظ على البلو زونز، اللي يعرف قصة البلو زونز هم ناس ما عندهمش، يعني أنا أشك إن عندهم دكاترة أصلا بيعيشوا فوق 100 سنة، 103 104 نشيطين، يعني بيكونوا نشيطين. شغالين، ليهم دور في المجتمع، بيتحركوا، بيعملوا حدائقهم، لأنهم حافظوا على هذا نمط الأجداد. وما عندهمش، ما يعرفوش يعني ايه ستريس أصلا كلهم، لأنه هي صح. منظومة. صح. طيب علما يعني حضرتك ذكرتي الجينات أكتر من مرة، وطبعا احنا البلو زونز بنقدم فحص جيني، يعني مش عايز شهادتي فيه مجروحة. بس علما بالجينات كأخصائية تغذية، ازاي بتقدري توظفي ده عشان تساعدي بيه المراجعين بتوعك أو عملائك؟ هلا هي من الاشياء اللي الواحد عن جد بيشكر الحضاره او بيشكر التطور انه وصلنا لهون. عن جد هي احد الاشياء، لانه اليوم بنشوف طفل صغير اهله عاجزين كيف يعملوا له خساره وزن، بس هو بيسمن بطريقه خياليه. بنشوف مثلا انثى جربت كل انواع الدايت وجربت كل شيء، وصار اساسا الموضوع يعمل لها ستريس. يعني نحن بنحمل ضغط نفسي لما يكون شكلنا غير متناسق، لما يكون وزننا غير مناسب. فاليوم أنا بس صار في عندي هذا التحليل اللي أنا بقدر أخذ كل شيء بجسمي على فايل بيقول لي إذا أكلت الكركم رح تحمي نفسك من تجمع الدهون حول الكبد، لأنه هي الجينات موجودة عندك. إذا مشيتي قبل النوم رح تحمي حالك من الشيخوخة، لأنه هي الجينات موجودة عندك. فهي هو يعني شيء عظيم يحتاجه كل إنسان. شو الفائدة منه؟ الفائدة إنه بيوفر الوقت والجهد على الأشخاص. يعني مثلا أنا اليوم عندي مشكلة يلي هي عدم توازن الهرمونات بجسمي، وعم جرب أنواع الأغذية، عم جرب أدوية، مكملات، بغير نمط حياتي، ودائما في عندي مشكلة ما عم تزبط 100%. لكن لو أنا عملت هذا التحليل أو هذا التست، أنا شفت عندي بالضبط كل جين بجسمي كيف عم يشتغل، وين المناطق الخطرة، شو سبب المشكلة يلي هي مسببت لي إياها، والإضافة يلي حضرتكم عملوها بالتست يلي هي نوع الرياضة أو نوع الأكل. صحيح. اللي هو فعلا كتير بيساعد. أنا هيك بحل مشكلتي ببساطة وبعيش حياتي ببساطة، ولا أتعب حالي بالمحاولة. بيرتاح الإنسان نفسيا. 100%. الأساس إنه الواحد يرتاح نفسيا. أنت قلتي حاجة كويسة جدا عجبتني في إحدى فيديوهاتك، تقول الإنسان بده يحترم جسمه ويحبه. صح. كيف لي أن أفعل هذا؟ يعني كيف لي أن أحب جسمي وأحترمه؟ لأنه الكلمة واسعة كبيرة شوية جدا. الكلمة فمحتاجين توضيح ليها، لأنه أنا بشوف ناس بتروح تجيب مثلا أميز أو LV باج وبيصرفوا فلوس في حاجات
انا بالنسبه يعني اشوف ما لهاش قيمه صراحه. بس ممكن يروح يوفر يجيب اكل، هو نفس الشخص يروح يجيب معلبات وحاجات كده عشان يوفر. فانا بقولك يعني مش ايه ده، في أيوة. خبل في الموضوع هون يعني انت هلأ صفيت الناس كلهم، يعني حطيت غربال للناس بهي الجملة اللي حكيتها. حب الذات هي فعلا كلمة كتير كبيرة، وأنا يعني مو كوتش متخصصة يعني لايف كوتش لحتى أحكي، لكن أنا من تجربتي مع الأفراد، من تجربتي مع نفسي أنا مع ذاتي، في خطوات نحن أو تعديلات نبلش نغيرها بحياتنا، نغير طريقة يعني حتى كيف المجتمع مأثر علينا، كيف الوضع الاقتصادي مأثر علينا، كيف السوشيال ميديا مأثر علينا. أنا بس بلش أفهم وما قارن، أفهم أنه أنا إنسان عادي مثل كل الناس، ما يميزني هو العقل، هو الروح. تمام، يعني هدول هن مثلا الأشياء الأساسية، العقل والروح. العقل والروح لو بتحسوا ما بتشوفوش تماما. لأنه العقل والروح، أنا لما أكون عم أقول إيه أنا بحب ذاتي، أنا كتير بحب ذاتي، بس أنا كيف بالنسبة إلي حب الذات؟ مثل ما حكيت إني أكون عم أشتري أغلى الماركات بالعالم، بس أنا الشيء اللي مو شايفته العالم يلي أنا عم أكله كون عم وفر فيه أو أكل فيه بطريقة عبثية، إنه أي يلا عادي. بس أنا لا، أنا بحب ذاتي، بتكون صفحاتهم على السوشيال ميديا كلها عن تقدير الذات والاستحقاق وهذا الكلام. فحب الذات هو أمر جدا كبير، وأنا بشوف ما في جسم بيوصل للمرحلة الصحية فعلا إلا ليربط بين، يعني الشخص صاحب الإنسان يربط بين الحالة النفسية وتقبل الذات مع مفهومه للصحة والغذاء. مستحيل نقدر نوصل للصحة الحقيقية بدون ما نكون رابطين بين هدول المفهومين. نكون مثلا في شغلة هي إنه نحن ما بننتظر، يعني أنا بدي أعمل دايت، ما بنحبش نستنى، عايزين نخسر النهاردة تماما بالليل. أنا بدي أعمل دايت، أنا هاد الشهر خسرانة 40 كيلو، خلص ما في مزح بالجد، بالأبر، بالأكل، أنا بدي أنحف. أنا هاد بتصير معي مع الكلاينتس. الفكرة إنه هذا الشيء ما بينبع عن حب الذات. أنت لما توصل للمرحلة أو لما تشتغل على أدق التفاصيل، يعني ما عم أقول والله تروح تصير تدور تدرس بعلم النفس وبالأشياء، لا لا، على الأقل إنك تتقبل. التقبل بكل شيء بالحياة هو الأساس. فما بالك مع ذاتك، مع جسمك، ما نقارن. نحن اليوم عنا مشكلة المقارنة اللي السوشيال ميديا عم تخليها تكون عبء. يعني أنا اليوم بشوف بس نتيجة الأشخاص، يعني مثلا مسيو طارق، أنا مثلا بشوفك هلأ أنت يا سلام شو عامل أشياء حلوة، ما بشوف أنا قد ايه أنت تعبت أو قد ايه أنت قدمت أشياء بحياتك، فبصير قارن نفسي فيك. هذا الشيء بده يخليني اتوتر، وبده يخليني ما اعرف نام، فهذا الشيء ايضا رح ياثر على هرموناتي، رح يسبب لي بخلل ما بجسمي او بزياده بوزني. فهو الموضوع كتير بسيط، انه نحن فعلا بس نتقبل ونرضى. وهذا الشيء اللي هلا بعصرنا يعني صار نادر الوجود، كتير الإنسان بيحاول يعمل صعوبات ليوصل للتقبل والرضا بشكل الجسم، بالحالة الصحية، بالحالة المادية، بالوضع الاجتماعي، بهذه الأشياء. هي عمق التغذية. يعني عن جد أنا أول شيء كنت فكر إنه التغذية أول ما درستها إنه بنعمل دايت، بنخسر وزن، بنكيف، بنعيش حياتنا بعدين ويا سلام. بس صرت سنة عن سنة تزيد الخبرة وأدرس بأماكن تانية، صرت أعرف إنه هي فعلا مرتبطة بكل الجوانب الموجودة بالحياة، بكل الجوانب اللي بخصها بالجسم. فهي بلو زونز. لأنه في ناس كتير فعلا، يعني انت قلتي حاجة مهمة جدا، الناس كلها عايزة instant gratification، كله عايز يعمل أنا النهاردة هحرم نفسي من وجبة الفطار فعلى المساء أكون مظبوط. صح. أروح أسمع motivational speaker فنفسيتي هتتعدل. صح. هي منظومة كاملة زي ما تفضلتي، هي حركة اللي احنا ممكن نستعوض عنها بالرياضة، هي غذاء
مناسب لنا ولجيناتنا ولبيئتنا كمان اللي احنا صح. جايين منها. هي حياة اجتماعية سليمة، لأن من غير حياة اجتماعية سليمة يعني إيه؟ يعني في ضغط، صح. ما فيش حد ياخد مني الستريس، ما فيش حد حاسس بيا. بعد عن السوشيال ميديا ده أنا بزودها، بس هي فعلا البلو زونز عندهم اكتيفيتيز بشكل يومي إنهم مش محتاجين سوشيال ميديا. يمكن في منهم ما يعرفوهاش أصلا. صح. مع انهم يعني في اوروبا البلو زونز، وفي امريكا يعني وفي اليابان. ف سبحان الله في كمان الجانب الديني والنفسي، صح. انه كلهم عندهم نفس هذه الادوات المشتركه او نمط الحياه المشترك اللي بيوصلهم، لان هم فعلا ما حدش فيهم بيسمن بشكل مرضي. ممكن يكون في حد وزنه زايد أكيد بصحه، طبعا. ما حدش فيهم بيوصل لطبيب نفسي، مع احترامي طبعا وتقديري لهذه المهنة العظيمة. ما حدش فيهم مضغوط، ما حدش فيهم كسلان. طب أحكي لك على أول خطوة ممكن الواحد يعملها. هلأ نحن على كل الموبايلات في شيء اسمه إنه تقرير مدة الاستخدام، صح؟ تقرير مدة استخدام الموبايل اللي بيطلع دائما. أوف. أنت لو شلت هذا الأداة وحطيتها على وجه الشاشة، يعني محلمه أنت فورا تفتح الموبايل وصرت كل يوم تراقب وتشوف. نحن أقل يوم كونه مثلا أنا كسوار، لأنه كل شغلي على السوشيال ميديا. نعم. أقل يوم نحن منقضي 6 8 9 ساعات على الموبايل. أوكي، فنحن أساساً تغير نمط حياة. يعني نحن كمان ما بدنا نظلم الوضع أو الحياة اللي نحن صرنا عايشينها، أو نطلب من حالنا إنه لا لازم تكونوا مثل بلوزونز، لأنه نحن هلأ صارت علينا صعبة 100%. 100%. ولكن مثلا لو جربنا شيء اسمه صيام الدوبامين. أنا عن جد بحترم الإنسان اللي بلش ينشر هذا الترند على السوشيال ميديا، لأنه هو من الترندات اللي فعلا مؤثرة. صيام هو الدوبامين. ترند على السوشيال ميديا. والله هو ترند. يعني كيف انتشر، يعني أنا هو كيف انتشر، أو كيف صارت الناس تستخدمه. إنه هو ترند على السوشيال ميديا، إنه الواحد يجرب يقعد ساعتين بعيد عن أي مصدر، أو مثلا حتى باليوم الأول بعيد عن أي مصدر يعطيه هي السعادة اللحظية، اللي هو يعطيه الشعور خلص إنه يلا أنا مرتاح لأنه موبايلي بإيدي، يلا أنا شايف كل شيء موبايلي بإيدي. هي الفكرة إنه نحن نوعب على أدق التفاصيل اللي عم تمر بحياتنا، لأنه مثل بلو زونز ما فينا نعيش. يعني ما فيناش نعيش. علشان كده احنا خدنا الكونسبت صح. وحاولنا ان احنا نعمل له محاكاة بمعنى يعني مثلا في جزء الغذاء، هم بياكلوا أكل كله أورجانيك، بيعملوه في البيت، وبياكلوا أكل متنوع على فكرة. ما بياكلوش، ما فيش حد فيهم كارنيفور، ما فيش حد فيهم كيتو ولا فيجيتيريان ولا فيجن. ما فيش. هم كلهم بياكلوا الأكل بتاع البيئة بتاعهم. يعني في سردينيا مثلا واحدة من البلو زونز بياكلوا بيتزا وباستا تقريبا كل يوم، ومانستروني سوب كل يوم، سواء كل يوم. بس بياكلوها أول حاجة بيعملوها في البيت، وبيعملوها من غير بزيت زيتون، وبيكون القمح بتاعهم أو منتجاتهم كلها طالعة من الأرض، من أرضهم. فغذاء كويس جدا ومتنوع، وفيه لحوم، فيه كل حاجة. فإحنا بنعوض عنه بأن إحنا نعرف جينات لنا له. إحنا مش أولاد البيئة. إحنا دلوقتي عايشين مثلا أنا عندي عرقين، لبناني مصري مثلا، وكنت عايش في بريطانيا وعشت في البحرين ودلوقتي عايش هنا. فاحنا البيئة خلاص طلعنا منها. تاني حاجة ما عندناش رفاهية الوقت ان احنا نزرع ونقلع ونبقى هاديين كده ومية. فبنحاول نوفر موضوع الغذاء ده بان احنا نفهم جيناتنا في الاول ونديها اللي نقصه من الطبيعة، او نقصه من الكونسومشن بتاعهم. بنحاول ننصح الناس بالعلم وبالدليل ومن جيناتهم انه فعلا في اكل هيضرك، وفي محرمات معروفة طبعا انت ست العارفين. فهي محاكاة موضوع ان هم بيمشوا بيطلعوا شجر وبيروحوا يقصوا العنب من الحقول العنب وبيعملوا واين برجليهم. هم دايما في حركة.
فاحنا بنستعوض عنها باونلاين تريننج، او بنستعوض عنها ان احنا نروح ساعه الجيم او انزل امشي حتى، يعني لانه هو يعني بلو زونز ولا مش بلو زونز، there is no magic pill، ما فيش حبايه سحريه هنا هتشتغل وهنا هتشتغل، لانه ربنا خلقنا نشتغل والبيئه معزانا نشتغل واجسامنا عايزانا تشتغل، والا بتحضر نفسها للفناء. صح. فدي الحركه. طبعا في بقى الجانب النفسي والجانب يعني مركزين جدا على المنتل ويلنس، بتوفير برضو الجينات المسؤولة عن النيورو ترانسميترز بتاعت المخ، وإيه الأكل اللي إحنا هنستعوض عنه بمكمل غذائي أو بيبتايد إنه يدينا الإيدج دوت. فهي محكة يلزمها برضو شغل كتير، أقل من بتاع البروزونز بس على الأقل شغل كتير. فعايز أرجع لنقطة إن الواحد يحب جسمه ديت، أنت تقصدي بشكل مباشر إنه يعرف يستثمر فيه إزاي، يأكل إيه ما يأكلش إيه، يعني رجعين الحتة دي تاني بنبذة بسيطة بحيث الناس تفهم النقطة دي، وبعدين هنتكلم في موضوع تاني أكثر حساسية. تمام. لا، كيف الإنسان يحب جسمه ويحترم جسمه، هي الشيء اللي هو عن جد أساس التغذية. في يبدأ الإنسان مثلا من حكينا عن التقبل وعدم المقارنة، يلي هي بالتمرين بتصير. أنا بالتمرين أنا كل يوم فيني أوقف قدام المراية وأطلع على جسمي مثل ما هو وحبه. يعني خلص مثلا أنا كنت أقول لحدا من الكلاينت، قولي أنا بحب دهون بطني عادي، يعني عادي، يعني شو أنت الوحيدة اللي بالعالم يلي عندك دهون بالبطن، خلص حبيها بتروح بس. التقبل فعلا، أنك تتقبل هذا الكلام. شوف قديه سهل كلامه بس قديه صعب تطبيقه. فلذلك عن جد الإنسان محتاج لتمارين تعديلات بسيطة يومية. لو كل يوم يحكي يكتب هاي الشيء الأساسي اللي هي مهمة لكل الأفراد، لكل الأجناس، الأعمار، كل إنسان مهم إنه يكتب التقدم يلي عم يحصل عليه بناحية الصحة، يكتب هو شو اللي بيكرهه بجسمه، يكتب هو شو هدفه من الجسم، لأنه غالباً نحن بنكون حاطين أهداف خيالية، بس أنت بس تكتبها على الورقة، وبعدين مثلاً تاني يوم تقوم تطلع تقول أنا كيف كاتب هيك؟ معقول في واحد يعني شو هذا الهدف اللي أنا قاعد فكر فيه؟ مثلا أنا من هون لراس السنة لازم زيد مثلا الكتلة العضلية 10 كيلو وأخسر 50 كيلو من الوزن. أنت هيك بالمخ إنه أنا بدي أعمل كل شيء. دائما عنا موعد محدد، مثلا شلون التنين الجاي هيك بكرة. مثلا بكرة، هلأ مثلا عنا رأس السنة، فيلا أوكي خلص أنا هيك. الكتابة هي أحد أهم الأشياء يلي ممكن يفعلها الإنسان ليبدأ يحب ذاته صح ويفهم على ذاته. هدف منطقي، عشان فكرت من هلا إحنا في نوفمبر لرأس السنة وفيش وقت يخسر 50 كيلو. بس إنه أهمية الكتابة، والتدريب العقل على قبول الواقع تماماً، ورغبة في تغييره تماما. لأنه الكتابة بتخلينا نكون واقعيين. أنت طالما بتفكر بالفكرة بتفكر إنه الإنسان عنده قدرات وطاقات أكثر مما هي بالواقع. لكن لما تكتبها خلص بتكتب أنت الواقع الصح، اللي هو مش عقلك الباطن شو عم يعطيك ويقلك ويعطيك يعيشك بالأحلام. صحيح. فهي مثلا أحد أهم الأشياء اللي هي التدوين، الوقوف أمام المرآة وإنك مو تقول أنا جميلة وأنا حلوة بحب حالي يعني بهي الطريقة، لا، جرب أنت تطلع على العيوب. أو أنت ليش بتخاف الناس مثلا تطلع عليك؟ أو ليش أنا كنت بفيديو عم أقول إنه ليش بتخافوا من اللبس؟ مو اللبس فيه كل المقاسات. صحيح، عجبني جدا. يعني ما اللبس فيه كل المقاسات. ليش نحن بدنا نخسر وزن منشان نلبس مثلا قطع معينة وهي في منها لل4 إكس لارج يمكن أو أكتر؟ فهي الفكرة بتبلش بأنه أنا أتقبل العيوب اللي موجودة بجسمي لحتى أعرف عالجها، لحتى أعرف يعني في كمان نقطة ما أكون سلبية. يعني أنا مثلا بشوف على إنستغرام أو على سوشيال ميديا أشخاص بتقول أنه أنا سمين وبدي ضلني سمين لأني أنا بحب حالي وأنا سمين. معاند، يعني هو عم يعاند أو عم يحاول يثبت لنفسه كمان. مو هذا حب الذات، مستحيل، لأنه
الموضوع بيأثر صحيا على الصحة، صحيا بيأثر على غير الحركة، مناسب بيأثر يعني. تماما. فحتى هاد مو حب الذات، حب الذات فعلا انه انا خلص اتقبل انه انا هاد شكلي، يعني انا هاد شكلي، وبالعكس انا حلو كتير مميز عن الافراد المحيطه فيني. ومثل ما انت حكيت انه العمليات التجميليه اليوم او الاشياء مثلا مثل النحت والابر واساليب خساره الوزن البسيطه، هي بتخلي يكون عندنا صوره نمطيه لشكل الجسم، صورة تقليدية نحن بنشوفها على انستغرام أو على سوشيال ميديا. فأنا اليوم انستغرام بدهم يعملوني مشكلة شيلوها. على السوشيال ميديا إنه هذا هو شكل الجسم الحقيقي. فحب الذات لأنا عن جد أقدر أوصل لهدفي الصحي لازم كون عم دون أهدافي بشكل واقعي، حاطة أهداف واقعية مو خيالية، عم أحكي مع حالي بحب. يعني دائما بنشوف إنه الشخص مثلا لو كان عنده وزن زائد، أول ما بيكون مستعد يستقبل الانتقاد. اوكي. شفت ايه زايد وزني والله، ايه سمنان والله، ما بعرف ايه زايد سمنان كتير هي الفترة على القعدة، فورا يستقبل الانتقاد. فلأن جد هي المشكلة تنحل، أنا بدي أتقبل إنه حتى لو شخص آخر إجا وقال لي أنت سمنانة أو ليش هيك سمنانة، يكون عادي رد فعلي طبيعي. حد رخم قوي يا شباب. بس موجود. موجود. يعني هو موجود. صحيح. يعني انت حتى من الاشخاص المحيطه فيك احيانا بلا شعور بس تفوت بيقولوا كأن لك انا مش عارف مثلا شكرا يا سي ميزاني، انه شو زايد وزنك، ليه هيك سمنان. فحتى بهذا الكلام انا كيف برد على هذا الكلام؟ عن جد الانسان المرونه، الصبر، التعلم هي اللي بتصنع من الانسان شخصيه اقوى او بترفعه درجه بالوعي. والتغذية فعلا أو الوعي الغذائي محتاج هاي النقاط لحتى يتكامل، يعني لحتى فعلا نكون هذا الجسم صحي 100%، لازم يكون في هذا الربط عند الإنسان أو هذا الوعي. نعم. ومش شرط طبعا أكيد يصير كل شيء بيوم وليلة. يعني أكيد مثلا أنا اليوم عم أحكي هذا الكلام بس مو كل الأشياء مثلا بعدني قادرة أني أتقبلها بشكل 100% مزبوط. أنا بحب عن جد الصدق يعني. فهي الأشياء لازم على الأقل واحد يعرف إنه هي لازم تكون موجودة عنده، ويشتغل كل سنة على شغلة، كل 6 شهور على شغلة. بس المهم إنه يبدأ بهي التطوير أو التغييرات اللي هي داخلية اللي بتنعكس كتير على الهرمونات وعلى شكل الجسم. انت عارفه من الحاجات اللي شدتني للبروفايل بتاعك وللابروتش بتاعك ان انت واخده 360 ابروتش، يعني ببصي على الانسان كامل، مش بس نظره تغذيه بحته، كل ده وما تاكلش ده، وده مناسب ليك ومش مناسب ليك. لا، انت بتطلع على فحوصات مهمه جدا، وبتطلع كمان على بتعملي زي اسسمنت للحاله النفسيه من وجهه نظري. وشايف لو تعمقتي اكتر في الموضوع ده، وحتى يعني لو درستيه بشكل اكاديمي، يمكن إن شاء الله توصلي لنتائج اعظم. وما شاء الله عليكي، يعني عامله نتائج الله رائعه. يخليك. وبص كمان للبني ادم والوعي، وحاسس فيه كمان نزعه الدين. يعني لو الواحد رضى بنفسه هو هيرضى برزقه كمان، فهيرضى بالمحيط، وبناء عليها يتطور. يعني صح. انا يعني عايزين نوضح للناس بشكل كبير جدا انه معنى ان انت راضي بحالك، معنى ان انت راضي بوزنك، بشكلك، بسنك، باخواتك، whatever، مش معناها ان انت هتفضل كده على طول. لا، انت راضي وتتطلع للاحسن وتسعى للاحسن، وبيكون سهل التحقيق. صح. يبقى عايز نصيحة بقى موجهة بشكل مباشر. في ناس عملت عمليات تكميم، وفي ناس كانت محتاجة زي ما تفضلتي وعندها مشاكل وكذا، بس أصبحوا يعني عندهم مشاكل أكبر لما خسوا فعلا. يعني ممكن بتوصل نوبات هلع، بتوصل انكزايتي مستمرة، بتوصل انه هزلان. يعني الواحد بقى ضعيف او الواحدة بقت ضعيفة جسمانيا، لانه اعتقد او مش اعتقد، يعني فعلا الموضوع بيأثر على جودة وقدرة الأمعاء في امتصاص الغذاء والآخر. إزاي نقدر نرجع نردهم تاني
للحياة الطبيعية ونخليهم يستفيدوا من الغذاء بشكل تاني ويحافظوا على نفسهم، غير ان هم يقولوا لك ويعملوا الفحص بتاعي يعني حاجة لله. شوف أغلب الأشخاص، أو مو حتى أغلب، يعني أكيد ما فينا نعمم على كل الناس، لكن الكثير من الحالات يلي هي سعت لخسارة الوزن بهذا الشكل البسيط والسريع كانت غير مدركة بالنتائج. يعني أنا دائما نحن بنشوف كيف مثلا المراكز التجميلية، طبعا هذا لا يعني لا ذم ولا قدح، لكن هن الشخص بينبسط بفكرة إنه أنا بدي يصير هيك جسمي بغض النظر عن الأضرار الجانبية. إمتى بيشعر بالأضرار الجانبية؟ بعد ما خلص تكون وقعت الواقع وجربها. حصل وقعنا. كيف لي أن أصلح الأمر بقى؟ حصل اللي حصل خلاص، رحت شفت وشرحت نفسي وحسيت بالأعراض ديت. هل في ولا برضه هنرجع لفكرة تفضل. لا أكيد في علاج، ما في شيء يعني بالدنيا حاجة ببلاش كده. أول شيء إنه الإنسان لازم يضل متابع التحاليل والفحوصات اللي هي، لأنه غالباً بهاي العمليات ممكن تأثر على الأمعاء، على الامتصاص، على مناعة الجسم، على شكل الدهون. أحياناً تتكتل دهون تحت الجلد، بيصير في ترهل، ممكن يصير في كمان مشاكل يعني حتى مشاكل عصبية، ما أنت خلص عايش بألم كل الوقت. فيبدأ العلاج من إنه الإنسان يفهم كل شيء عم يصير بجسمه بتقبل. فمثلا التست يلي ببلو زونز اللي أنا شفته كان هو، أنا أول ما خطر لي إنه مين الأشخاص اللي هن بحاجة هذا التست، هن فعلا هدول الأشخاص اللي بيوقعوا بهذا الإحباط أو اللي بيوقعوا بهذا الألم. لما أنت تكون جربت أكبر المخاطرات بالحياة، في نساء بتفوت على العمليات تبع الشفط والنحت وهي عليها مخاطرة، ومع ذلك بتفوت من الضغط السوشيال ميديا من الضغط ومن ضغط المحيط طبعا وكل هذه الأشياء. فدائما في فرصة، الإنسان دائما يملك الفرصة لحتى يغير حاله. ما في مرحلة بيوصل لها بيقولوا هاي نهاية الحياة خلص، دائما في فرصة. فيبدأ مثلا لهي الأشخاص اللي هي فعلا واصلة لهي المرحلة من الألم إن تعمل هذا التست يلي هو بيكشف له بقى أنت ليش هيك عم بيصير معك، شو هي الجين اللي هو هل هو مثلا ال FTO يلي ما عم يخليكي تشعري بشعور الشبع. هذا له طرق خاصة علاجية غذائية لحتى نحن نتخلص منه، مثلا مثل الصيام للأشخاص اللي بيكون عندها FTO اللي هو جين اللي ما بيخلي الواحد يشعر بالشبع، دائما عنده رغبة بأكل النشويات والسكريات. فالصيام المتقطع بيعلم هذا الجين بيربيه يجلس حاله يعني تماما. فمثلا إذا كان في عندها لا مشاكل تانية أو سمنة متعددة الجينات، يعني بيكون في عندها كل أسباب السمنة الجينية أو كل أسباب حتى السمنة النفسية، لأنه مش دائما بتكون الأشخاص على قدر واعي من الوعي النفسي والغذائي والاجتماعي لتبدأ تصلح. يعني في أشخاص خلص تستسلم إنه أنا ضعيفة وما عاد بدي أعمل شيء، خلاص أنا كده فأنا خلص هيك بدي أعيش وبدي ضل كل الوقت زعلانة. خلاص ده كسل مع احترامي يعني، بس ليك في أشخاص عن جد هيك انهزامية. في أشخاص عن جد هيك أسميهم أبطال يعني، مش بطولة أبطال التضحية بالذات. ف بعيد يعني طبعا التست مهم جدا وانا فادني كتير في حياتي، بس برا دوت انه لازم ترجع للقواعد الأساسية. لازم غذاء كويس، حركة، نوم كويس، لازم. هلا شوف أنا مثل ما حكيت لك محسوبة. أول شيء تماما مثل ما حكيت لك أول شيء إنه حتى أنت شو ما عملت بالحياة إذا ما كنت مغير عاداتك الغذائية ما رح تتحسن. هي عن جد هي مو مسحة
وهي أمر صعب ويحتاج، لكن هو أمر يحتاج التضحية، يحتاج العناء. ما هو لا يغير الله ما بنفس بقوم حتى إلا يغيروا ما ما بأنفسهم. صحيح، يغيروا ما التغيير بأنفسهم. بيجي من الداخل فعلا. تمام. فأنا ما رح أنطر إني أنا ما بدي أعمل شيء وما بدي أغير عاداتي، أو أنا يعني مو شايف مغمض عيوني إنه أنا العادات الغذائية عندي خاطئة، بس بدي النتائج المحسنة. فلذلك مفيش. العادات الغذائية مفيش. أنا بدي أقول لك حتى الأشخاص اللي عندهم الجينات، مو في ناس مثلا بتقول أنا ما أخذت من عيلتي غير السمنة. لا، ما هو انت تقدر تعمل حاجة، هو ها مش ها. حكم نهائي يعني مؤبد ولا. تماما. نمط الحياة والعادات الغذائية والوعي الغذائي قادر إنه يجند كل الجينات في الجسم لخدمة صحة هذا الفرد، 1,000,000%. وقادر أيضا إنه يدمر كل صحة هذا الفرد. قررنا في الموضوع ده تحديدا بإيدينا 100%. صح. يعني ما فيش شورت كات، لازم الواحد يعمل اللي عليه، ولازم يحترم جسمه ويحب جسمه ويسعى لتحسينه مهما كان. والتحسين بقى يمين شمال، هتمشي وهتلعب رياضة وهتاكل كويس، وفي حاجات هتساعد أكيد. احنا في عالم، في عصر رائع، يعني انه احنا عندنا حاجات صح. بدل ما نقعد سنة ممكن نقعد 3 شهور. صح. بس لازم برضو نعمل الشغل. ففي كتير محسنات أداء، في حاجات بتساعد الواحد ينزل وزنه ويزيد كذا، بس بالعقل من غير ما نضر حالنا، ومن غير ما نكون ضحايا ونقول خلاص أنا بقيت. صح. أنا كده وخدت من أهلي، كلام فارغ. التغذية بتعلم الفرد أو الإنسان بس يبلش. ليش أغلب الأشخاص اللي ببلشوا بنظام غذائي وببلشوا صح، ببلشوا يفهموا جسمهم صح، بيصير عندهم ولع بالنظام الغذائي، هوس. ما بقى بيقدروا صحيح. ياكلوا. يعني أنا مثلا من الأشخاص اللي من لما تركت السكر أنا عفوا. أوكي. مو بس التقبل، يعني ولا حتى فيني اخذ شيء فيه سكر، عشان التست بودز بتتغير. صح. التست. ولأن انت بس تجرب كل شيء بالإنسان عادة، يعني كل شيء نحن فينا نكتسبه بالعادة. ففكرة التغذية الصحيحة لما انت تكون عم فعلا تأدرك انه انا عم اكل صح، عم تعطي ما عند الوظيفة الصح. يعني انا مثلا اذا اكلت موز، لوز، وكرز مثلا قبل النوم، أو الأغذية المليئة بالمغنيسيوم قبل النوم على مدار وقت طويل، أوكي، أنا رح تتحسن جودة نومي. فإذا مثلا أكلت مضادات الأكسدة وأنا مثلا عندي مشاكل بالالتهابات بالجسم أو مقاومة أنسولين، وفعلا كانت أكلي كله عالي بمضادات الأكسدة، مثلا بالتوتيات، بالورقيات، يعني الفواكه والخضار الصحية وكمان المحلية أو الموجودة، يعني بدون الشكل المصنع أو الأورجانيك، فأنا رح لاقي النتيجة اللي هي فعلا مرضية، اللي هي ما عاد بتخليني أنا أرجع خطوة لورا. لذلك عن جد اليوم أغلب الأشخاص يلي بيبدوا يخطوا هاي الخطوة بتكون صعبة. أول شيء، أول خطوة دائما صعبة، أول أسبوع بيتخربط الواحد وبيتخربط أكله وما عاد بيعرف شو بده يأكل، بعدين خلص بيتعود، خلص أبدا، يعني بيتعود بالشكل اللي هو بيصير تقديره لذاته إنه أنا أستحق عيش حياة صحية، أستحق يكون قلبي سليم، أستحق أنه الكليتين عندي يكونوا عم يشتغلوا أداء بشكل سليم، لأنه أنا هاي الكلاوي هلأ أنا مبسوط لأني بعمر الشباب، بس بعد 20 سنة ممكن أوقع. يعني حتى بعمر الشباب ممكن الواحد يوقع لا سمح الله، ويصير في مشاكل. فلذلك التغذية فعلا هي النقطة الأساسية اللي بتبلش تحرك الوعي عند الإنسان، اللي بتبلش تخلي الإنسان يكون أوعى. طبعا أنا مو تحبيبا بالتغذية، لكن هو فعلا حقيقة إنه هي اللي بتبلش تحرك الوعي بأهمية حياة الإنسان. أحسنتي سوار، ولا يمل من الحديث معك. الله يخليك. شرفتيني وشكرا لك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على الحلقة الحلوة.